أحوج. أكرر مرة ثانية أن البذل والصدقة ودفع الزكاة لمن هم خلف القضبان ممن حصل عليهم ديون للآخرين ولم يستطيعوا الوفاء بها هم أولى الناس بهذه الأموال. يصرف على المواعيد بما بلغني أكثر من 700 مليون ريال على لا شيء. الإفطار سنة، لكن لمن؟ يجب أن نعرف من نفطر. أما أن تجعل مواعيد والسفر على طول 50 متر و40 متر و200 متر و100 متر وكذا لأناس جاءوا يكسبون مقيمين ويعملون من الصبح إلى الظهر ثم يتوقفون عن العمل ثم يأتون وينامون ويجون، حتى بعض الأكثر هم ما يصلي. أولى الناس بالصدقة والزكاة إذا كان قوم يفقهون هم من خلف القضبان، لأنهم لو يملكون قطميرا ما رضي أن يترك والدته والده وأطفاله زوجته وأهله ويبقى حبيس الدين. والدين ليس عيب على الرجال، ولكن إذا أراد الله أمر كان. فعلى من يريد في هذا الشهر الكريم أن يدفع لمن هم خلف القضبان ويسدد عنهم عن طريق فرجت، وأي جهة مسموح بها تساهم في إطلاق السجناء. هذه رسالتي والله، وأجد أن الصدقة والزكاة فيهم هم أحوج الناس بس. وإذا كان واحد يعرف أسر متعففة لا تملك شيء فعليه أن يناولهم بيده، لا يكبر موائد ويكثر الأكل وحظ العاملين فيها وحظ العاملين عليها وحظ الطباخين وأصحاب المطاعم، والنتيجة نسبة كبيرة ترمى في سلال عزكم الله الزبائن. أكرر، من خلف القضبان أولى بصدقاتكم وزكاتكم. وهذه هي رسالتي المهمة جدا لأبناء وطني ولكل أبناء الخليج العربي الذين يسمعونني.